انت عارف ان اللي فكر اصلا في فكره الكاميرا كان اصله عربي؟ تعال اقول لك هو مين. هو العالم الجليل الحسن ابن الهيثم، وهو كان صاحب علم كبير جدا زي علم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم الفضاء وحتى علم تشريح العين البشريه. الفكره جات له مره وهو قاعد في اوضه، والاوضه دي كانت ضلمه وكان فيها شباك صغير داخل منه ضوء، والضوء ده عكس على الحيطه الصوره اللي موجوده بره. من هنا جات له فكره الكاميرا، وحتى في الاول ما كانش اسمها كاميرا، كان اسمها قمرة باللغة العربية. عشان يجي بعدها سنة 1827 العالم الفرنسي جوزيف بينيس كان بيجيب صفائح وبيعرضها للضوء أو لأشعة الشمس، وكان بيحط عليها مادة اسمها بيتومين، وكانت الصفائح دي بتتعرض للشمس لمدة 8 ساعات متواصلة عشان تطلع له صورة واحدة. تخيل تاخد صورة بعد 8 ساعات. عشان يجي بعدها العالم الفرنسي لويس ديجر ويحط على الصفائح دي فضة ونحاس، لأن الفضة والنحاس بيمتصوا الضوء أسرع، وكان بيطلع الصورة في 30 دقيقة بس. ولويس ديجر يعتبر أول واحد في العالم يطلع